بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا ده من احب الفيديوهات اللي انا كنت مستنيه ان انا منتجها، وهو تنظيم الادراج. لان انا بحب انظم يعني وكده. فطبعا زي ما انتوا كنتوا شايفين الدرج كان منظره فظيع. جبت له بقى المنظمات اللي انتوا كنتوا شايفينها في الاوردر اللي فات. هبدأ بقى ان انا استعملها معاكم، اقول لكم بقى طلعت جميلة قوي قوي. ولقيت ان الدرج كان ياخد كمان واحد يعني، بس هحاول اجيبه بعدين. طبعا همسك كل درج، طبعا انا انضفه بقى، اشيل كل الحاجات اللي فيه الاول، وبحته كده همسك ان انا انضفه انا، يعني لو في اي تراب، في اي عفر، في اي حاجه كده، بقوم رايحه منضفاه كده. وبعد كده هبدأ بقى اجيب المنظمات بقى احطها، وابدأ بقى ارص الحاجات ايه واحده واحده كده. فيديو مشجع جدا، بالذات ان الادراج على طول مقفولة وبنحط فيها اي حاجة بسرعة كده ونجري، فعلى طول بتتكركب. فلما يبقى في فيديو كده للتنظيم بتاع الادراج بيشجع كده. دي المنظمات اللي انا جبتها. طبعا كنت عاملة اوردر كده، وعاملة لكم الاسعار والصورة وكده، فاللي مشافوش يدخلوا يشوفوا يعني، وهتلاقوا موجود فيه الاسعار بتاعة المنظمات دي. طبعا في الاول كنت بحاول انا اجرب اعملهم بالعرض، طب اعملهم بالطول، لغايه اما ايه نفعوا بالمنظر ده. طبعا مسكتهم كده، مسحتهم الاول، وبعد كده هبدأ بقى انظم فيهم الحاجات اللي انا شلتها من الدرج دي. يعني هشوف بقى اللي انا محتاجه استعمله احطه فيهم، الحاجه اللي مكسوره او مقطوعه هشيلها كده. يعني هبدأ انظم واحده واحده كده لغايه اما ابدأ اظبط الدرج معاكم. طبعا نذكر الله كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه بقى اعمل بقى كل حته كده توك معينه، عشان لما اجي اسرح للبنات وكده او نسرح، ابقى عارفه التوكه دي فين او كده. الاستعمال بيبقى سهل وبيقلل الكركبه يعني. طبعا بدأت انظم كل التوك اللي كانت موجوده في الدرج قبل كده، قبل ما انضفه يعني. هتلاقوني بقعد كل شويه اغير لغايه ما اعمل النتيجه المرضيه بالنسبه لي يعني. دي هنا حطيت في النص كده، في الحته اللي هي الواسعه، حطيت اللي هي البندانات او السورتيتا يعني، اللي هو بتاعتهم. بدأت ان انا ارصها كده عشان تبقى باينه قدامي الشكل اللي عاوزه يعني الاقيه. هنا قلت اما احط في الجنب ده الاكسسوارات، وهتلاقيني غيرت تاني لما الاقي مثلا كميه التوك طلعت اكتر كده يعني. بس بجد مفيدة جدا المنظمات، لان التوك من الصعب ان هي تتنظم في الدرج. يعني حتى لو حطيت في كل جنب حبة ومش عارفة ايه وعملت الأعمال دي، من الصعب جدا ان هي تتنظم. طبعا دي التوك اللي هي المستعملة قبل كده وبتتقلع، فحطيتها عملتها لهم للبيت. يعني كل شوية هم اصلا التوك دي عاملة زي الدبابيس بتخلص. فالمستعملة دي اول كانوا لابسينها وقلعينها او كده، حطيتها لهم يستعملوها تاني كده في البيت. وطبعا كنت شارية توك جديدة، هبدأ ان انا افتحها معاكم، وهبدأ ان انا انظمها برضو فيه. بس بلم الاول الحاجات اللي كانت ايه فيه، يعني مش عشان بقى في توك جديدة هنرمي القديم، بستعملها في البيت والجديد نستعمله في الخروج وكده. طبعا الحاجات اللي طلعت، الحاجات اللي هي مش محتاجاها، ببدأ ان انا ارميها وانضف على طول. كل درج بخلص وراه، مش هستنى اما اطلع يعني ايه كل الحاجات الوحشة في الادراج كلها وبهدل الدنيا. لا، درج درج طلعت ده اخلص الحاجات وانظمه، وارمي الحاجات اللي انا مش عاوزاها على طول اول باول كده. عشان زي ما بقولكم، لو خلصت الدرج ده وورايا حاجة تانية اعملها، ما اضطرش ان الدنيا تبقى مكركبة قدامي، او لازم اخلص الادراج كلها. هبدأ طبعا دي التوك بقى الجديدة، بدأت ان انا اطلعها كده من الكارت بتاعها، الكارت الكبير يعني، وسبتها في الكارت الصغنن زي ما هي كده عشان الدنيا متبهدلش برضو. هبدأ برضو اطلع دول بتاعهم كده، وهبدأ برضو انظمهم في المنظمات. وزي ما انتوا شايفين كده
يعني هبدأ بقى اشيل. طب احط واحدة من دي واحدة من دي عشان الشكل. المهم ان انا هنظمهم ايه، يعني حاجة ترضيني بصراحة بقى. كان في الاخر كده يعني يفتح النفس. لسه في توك تانية برضو هفتحها. طبعا حفصة كانت بتشاركني في قاعدة بقى مبهورة بالتوك بقى، وقعدت تلعب بباقي الحاجات اللي كانت في الاوردر دي. هتموت وتمسك التوك وتطلع الحاجات. هبدأ بقى افتح بقى بقية الاكياس، او كل شوية ان انا ابدل لغاية اما ايه اعمل الحاجة مظبوطة. عملت كل لون توك كده في حتة عشان على حسب الطقم او على حسب الحاجة بلبسها يعني. تاخد التوك وتهرب. طبعا التوك الحمد لله التوك دي كانت اكتر شوية، فبدأت ارحل التوك القديمة على بعض وسبتهم في واحدتين بس كده عشان ايه، عشان تكفي يعني كده ويبقى شكل الدرج حلو. صباح الخير يا أصحابي. صباح النور يا شوش. ما الوقت كانت بتعمل بتنضف الحتة، وأنا ما كنتش عارفة أنا كنت فين، مش فاكرة. ممكن أنا كنت في المدرسة أو تحت عند تيتا، واختي دي قاعدة تاخد الحاجات وتحطهم في الكوبايات. كنت بقى بحاول الهيها بديها الاكياس والحاجات دي عشان تبعد عن الدرج شوية عقبال ما اعرف ان انا انظمه. جيت بعد ما حطيت التوك الكبيرة لقيت المساحة مش مكفية وكده، فقمت رايحة شايلة التوك بقى، قلت ما اعملها في الدرج اللي في النص عشان لسه فيه اللي هو المونيكير بتاعهم والحاجات دي. نديها اي حاجة عشان تتلهى بيها. بس هي مش عاجبة الكيس، مش عارفة تعمل بيها ايه، فقاعدة برضو. بدأت بقى نرص المانيكير كده. حاسة مش مديني فرصة. عايزاكم بقى تقولولي رأيكم بقى بجد يعني في الدرج قبل وبعد، ورأيكم بقى في المنظمات والحاجات دي، ولو في اي برضو اقتراحات ياريت تقولوها لي. ولسه هعمل معاكم بقية الادراج بتاع الأوضة كلها كده، وبعد ما خلصته بوريهولكوا شوية من قريب. فاللهم يديمها نعمة يا رب. اللهم لك الحمد ولك الشكر. تمام كده خلصت اهو. ندخل بقى على الدرج التاني. الدرج التاني ما صورتلكمش قبل، يعني قلت بقى على السريع كده. مسكته برضو فضيته ونضفته كويس ومسحته زي الاولاني كده، ومسكته بقى رصيته. حطيت فيه الفرشة وسبت بقى فيه التوك الكبيرة والحاجات دي، واللي هي بقى الاكسسوارات الحاجات اللي هي ايه موجودة فيه. مسكتها برضو رصيته. ده الدرج التالت بتاع التسريحة. مسكته برضو فضيته زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا انفضه كويس وامسحه، وابدأ برضو ارص الحاجات فيه بنفس الطريقة. بس ده طبعا مفيش منظمات يعني، بس هو كبيرة حاجات كبيرة فرصيتها كده. المهم ان انا نفضته من التراب والحاجات دي. هبدأ بقى ارص التوك الكبيرة كلها كده على بعض.
ارصهم بقى كلهم كده مع بعض وجنب بعض، الطوق بقى كل حاجة، يعني احاول على قد ما اقدر ارتبه يعني. نبدأ بقى اشوف الحاجات اللي نافعة تتساب بحطها. طبعا الاكسسوارات دي حولتها في الدرج اللي في النص كله، هبدأ ان انا ارصها في الدرج اللي في النص كله، وبعد ما اخلص الدرج ده هوريكم ال3 ادراج، وبعد كده بقى نخش بقى على ادراج الكومودينو اللي هي الكومودينيات بقى او اسمها كومودينو. الصراحة بعد ما اخلص كل الواحد يرتاح لما تبقى الحاجات اللي جوه نضيفة وحلوة، زي ترتيب الدولاب، ترتيب الادراج، ترتيب الحاجات دي لما تكون نضيفة كده وحلوة الواحد بيبقى نفسيته مرتاحة. طبعا هنا طبعا بنضف الحاجات اللي طلعت منه، الحاجات اللي مش كويسة برميها، والحاجات اللي محتاجاها او والحاجات اللي نافعة تتساب يعني بسيبها. هحاول احط الفيونكة كده في النص تبقى شكلها حلو، بس هنا بقى بنضف بس حواليه بقى وكده، زي ما قلتلكم كل درج كده بنضف حواليه الاول، الحاجات اللي طلعت برميها وكده. كده بقى خلصت اهو، ده الدرج اللي هو اللي فيه توك كبيرة، الاكسسوارات والفرش، التوك، الدرج التالت اللي هو التوك بتاعتهم. طبعا ده اكتر درج محبب. المانيكير ده طبعا كنت بوقفه، فكل ما بقفل الدرج بيقع، فقمت رايحة منيماهم كده، وعلى الاقل كمان ابقى اشوف درجات الالوان بتاعتهم. طبعا ده منظر تحت التسريحة، كان فظيع، مليان بقى شوزات زي ما انتوا شايفين كده. مسكته بقى، نزلتهم كلهم ومسكته، نفضته ومسحته، وبرضو هتلاقوا فيه تغيير كبير جدا. همسكه طبعا، شايفين التراب، همسكهم طبعا امسحهم وانفضهم كويس، وابدأ ان انا ارص برضو الشوزات بطريقة كويسة. ده كده بعد ما مسحته هبدأ بقى ان انا ارتب بقى الشوزات كده بطريقة كويسة. فرق شاسع طبعا ما بين الترتيب وما بين الكركبة. كده انا خلصت اهو، وهبدأ برضو الادراج دي بتاعت بقى الكومودينو، همسكه برضو ارصه، جايبالكم قبل وبعد بس عشان الخص الموضوع. وفي اخر الكلام اقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.